السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم في فيديو جديد عن آخر أخبار الرياضة. طبعًا أول حاجة هنبتديها بعزاء واجب للكابتن محمد الشناوي، كابتن النادي الأهلي وحارس النادي الأهلي في وفاة والده الحاج السيد محمد الشناوي، طبعًا في حادث أليم مفجع على طريق الواحات كان يستقل عربيته وحصلت الحادثة. طبعًا يا جماعة الحادثة دي بتبقى موت الفجأة، دي بتبقى حاجة صعبة جدًا، جدًا على أي حد، موت الفجأة ده بجد أصعب حاجة، فيعني ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته إن شاء الله بإذن الله، ويا رب يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن شاء الله. طبعًا الكابتن محمد الشناوي كمان ربنا يصبّره، وطبعًا بتبقى حاجة صعبة جدًا عليه، ربنا يصبّره يا رب هو وأهله كلّهم. آآ تاني حاجة طبعًا النهارده اختتمت مباريات الجولة التالتة في الدوري المصري بماتش الزمالك ومودرن، طبعًا فاز الزمالك 2-1 على نادي مودرن. جمهور الزمالك فرحان جدًا وطاير بالصفقات الجديدة، خصوصًا البرازيلي خوان ألفينا اللي أحرز هدف وصنع الهدف التاني، وكان هو رجل المباراة النهارده فعلًا بلا منازع. كابتن حازم إمام كمان وضّح إن هو فرحان جدًا بالصفقة ديّة في التحليل بتاعه، وشبّهه بالكابتن خالد الغندور كابتن تاريخي لنادي الزمالك، ويعني هو فعلًا إلى حدٍ ما شبهه شوية، خصوصًا ممكن في الطول، ممكن بيلعب برجله الشمال زيه، وبرضه في المهارة هو لعيب مهاري وبيحب يعدّي ويخترق نفس اختراقات الكابتن خالد الغندور. أحرز الهدف الأول خوان ألفينا طبعًا بمهارة جميلة جدًا، بصناعة assist من عبد الله السعيد، رقّص طبعًا من الزاوية اليمين كده ودخل لجوّه وحطّها بشماله في البعيدة، ودي أهمية الwing اللي بيلعب برجله العكسية، طبعًا الwing اللي هو اليمين بيلعب برجله العكسية اللي هي الشمال بيكون مميز جدًا، وبرضه الwing الشمال اللي بيلعب برجله اليمين بيكون مميز جدًا، ودي حتّة ناقصة في النادي الأهلي، ما عندوش wing يمين بيلعب برجله الشمال، زي ما كان كده بيعملها بيرسي تاو قبل كده، وكان في كريستو التونسي برضه بس ما خدش فرصته. فطبعًا يعني دي بتبقى حاجة مميزة جدًا في الفرقة الwing اللي بيخش لجوّه دوّة برجله العكسية، فده اللي عمله النهارده خوان ألفينا وأحرز الهدف مميز جدًا وجميل جدًا، الهدف الأول، وده على فكرة أول برازيلي يجيب هدف لنادي الزمالك في التاريخ، أول لاعب برازيلي يجيب هدف لنادي الزمالك في التاريخ، الزمالك قبل كده جاب 2 لعيبة برازيليين بس ما حدش فيهم أحرز هدف، وده تالت برازيلي يجيبه نادي الزمالك، وبيحرز أول هدف برازيلي في تاريخ نادي الزمالك. أمّا الهدف التاني لنادي الزمالك طبعًا برضه assist من خوان ألفينا البرازيلي رجل المباراة لشيكو بانزا، شيكو بانزا الصفقة الجديدة التانية لنادي الزمالك، عشان كده الزمالك فرحان جدًا بالصفقات بتاعته. فشيكو بانزا زي ما شُفنا يعني هدف بصراحة هنتوقّف عنده مش قليلًا، هنتوقّف عنده كثيرًا. علشان غلطة أبو جبل. زي ما شُفنا الكورة عدِّت تقريبًا من بين إيدين ورجلين أبو جبل بطريقة غريبة جدًا. فهل ده مستوى أبو جبل الحقيقي؟ ديّة عليها 100 علامة استفهام. مستوى أبو جبل اللي أنا أعرفه كان في أفريقيا 2021 لعب قدّام المغرب، لعب قدّام كوت ديفوار، لعب قدّام الكاميرون، لعب قدّام مباريات يعني لا تُنسى. بعدها أبو جبل يعني تقريبًا ما ظهرش تاني خالص، فأبو جبل محتاج يراجع نفسه كويس جدًا، جدًا، لو ده مستواه الحقيقي وصل لكده، فهو محتاج يراجع نفسه كويس، لأن أنا برضه باحمّله نسبة من الهدف الأولاني، الكورة متشاطة من زاوية صعبة جدًا، إخوان ألفينا يعني شايطها من زاوية صعبة جدًا بصراحة، المفروض يكون أبو جبل قافل المرمى بتاعه من الزاوية ديّة، يعني الكورة ما تعدّيش كده، صعب جدًا إنها تعدّي. بعدين يعني أول هدف يخُش في الزمالك في الدوري يبقى هدف عكسي، الزمالك هو اللي دخّله في نَفْسه، محمود الونشي يحرز أول هدف عكسي في الزمالك، ويحرز أول هدف في الزمالك في الدوري الحالي، ليصبح يعني الزمالك يدخل فيه أول جون يكون هو اللي جابه في نَفْسه كمان، يعني ما حدّش قدر يجيب أجوان في الزمالك لحد دلوقتي، الجون الوحيد اللي دخل فيهم هو الزمالك اللي جابه في نَفْسه. وطبعًا آخر حاجة هنتكلم فيها عن مباراة الزمالك، هو برضه تعليق يعني طريف جدًا من كابتن حازم إمام،
لمّا يعني واضح إن هو معجب جدًا بشيكو بانزا، بيقول لك يا ريت بقى ما ييجيلهوش عرض في يناير من ضمن العروض الغريبة والحاجات الغريبة اللي بتحصل مع نادي الزمالك، فهو يتمنى استمراره مع الفريق ده معناه إن هو يعني معجب بيه جدًا. طبعًا كابتن حازم إمام كابتن كبير جدًا، ومعنى إن هو يعجب بلاعب معنى كده إن اللاعب ده أدّى أداء كويس جدًا، وهو متفائل بيه خير ويتمنى وجوده واستمراره مع نادي الزمالك، وبيتمنى إن هو ما ييجيلهوش عرض غريب في يناير ويسيب النادي يعني. ونكمّل مع أخبار نادي الزمالك. طبعًا كُلّنا سمعنا خبر سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك اللي كان المفروض هيتبني عليها الفرع التاني لنادي الزمالك. أرض يعني مساحة 129 تس 129 فدان تقريبًا، بتتسحب من نادي الزمالك. طبعًا وزارة الإسكان طلّعت بيان، ومحامي نادي الزمالك طلّع بيان برضه ضده. فبيقولوا إن السبب إن الزمالك يعني ما فيش أي تقدُّم في الأرض، الأرض ديّة مع الزمالك من سنة 2003، يعني بقى لها مثلًا 12 أو 13 سَنة، ونسبة البناء فيها أو نسبة الإشغال 1% لحد دلوقتي. طبعًا ديّة اتسحبت منهم الأرض نتيجة للسبب دوّة. وزارة الإسكان نزّلت بيان وقالت إن هو فعلًا في قرار طلع بالمَد، ولكن قرار المَد اللي طلع دوّة لنادي الزمالك والسماح لحد سبتمبر 26 ده كان طالع بعد قرار السحب، فطبعًا يعتبر تقريبًا لاغي، يعني قرار السحب الأرض كان طلع الأول، بعد كده في قرار بالمَد طلع، فطبعًا ما ي إيه، يعني ما كانش ليه أي لزوم يعني أو ما ينطبقش على قرار السحب بتاع نادي الزمالك، واتسحبت منهم الأرض بالفعل. ودلوقتي يعني في اجتماعات طارئة لمجلس إدارة نادي الزمالك، وعملوا اجتماع مع وزير الإسكان النهارده، في محاولات إن هم يسترجعوا الأرض ديّة مرّة تانية، وهم طبعًا يعني حُجّتهم إن هم لسه جايين جداد مستلمين الأرض في 2023، إحنا ما لناش دعوة باللي قبل كده واللي قبلينا، وإحنا هنتعهد إن إحنا هنبتدي وهنبنيها وهنعمّرها وهنلتزم بالاتفاقات وبالمواعيد والكلام ده كلّه. فهنشوف طبعًا هيقدّموا تظلُّم ضد القرار دوّة وبالحُجج القانونية بتاعتهم كلّها، هنشوف التظلُّم ده هيتقبل والّا لأ. ويعني في أخبار بتقول إن احتمال كبير الأرض ترجع تاني ونادي الزمالك يستردّها، لإن طبعًا لو ما استردّهاش هيبقى فيها مشكلة كبيرة جدًا على نادي الزمالك، خصوصًا إن هم ماضيين عقود كتير مع مستثمرين بخصوص الأرض ديّة، واخدين قروض بضمان الأرض ديّة. فلو الأرض اتسحبت هيبقى يعني اللي هو خراب ديار على نادي الزمالك، فإن شاء الله بإذن الله نتمنى يعني اللي فيه الصالح لمصر وللكرة المصرية يحصل، والصح يمشي والقانون يمشي، وإن شاء الله بإذن الله يعني ما حدش يتأذي أو يتضرر فيها. وهنشوف يعني لو وزارة الإسكان معاها حق في قرار السحب، والّا هل الزمالك عنده حُجج قانونية تقدر ترجّع الأرض دي تاني، وده غالبًا اللي هيحصل. من أخبار نادي الزمالك هنروح لأخبار النادي الأهلي. طبعًا النادي الأهلي هيلاعب غزل المحلة يوم الإتنين 25 أغسطس. في بقى غيابات النادي الأهلي، طبعًا أهم خبر في النادي الأهلي دلوقتي هو عودة إمام عاشور للتدريبات، نجم النادي الأهلي وأحسن لاعب في النادي الأهلي وهداف الدوري الموسم الماضي، رجع تاني للتدريبات، ولكن كابتن شوبير قال إن إصابته لسه ما خفتش آآ كاملةً بنسبة 100%. هو فقط حصل لالتئام بنسبة 70%، وهو تأكد غيابه عن ماتش غزل المحلة، ولكن ماتش بيراميدز لسه في كلام، يعني كابتن شوبير برضه بيقول إن هو هيكون لسه مش هيلحق بماتش بيراميدز، هو كده هيرجع بعد التوقف الدولي إن شاء الله بإذن الله، الماتشات اللي هتبقى في نُص سبتمبر. ولكن ماتش غزل المحلة ده أكيد مش هيلحقه، ماتش بيراميدز غالبًا مش هيلحقه، لسه في إشاعة هي اللي هتقرر مدى إن هو يقدر يلحق بماتش بيراميدز يوم 30/8 والّا لسه. ولكن هو نزل التدريبات الجماعية وبدأ يتدرب مع الفرقة عادي حاليًا، وإن شاء الله بإذن الله يرجع للملاعب في أسرع وقت ويرجع لفورمته اللي اتعودنا عليها ولعبه الجميل إن شاء الله بإذن الله. وعودة إمام عاشور هتعمل مشكلة في نُص ملعب النادي الأهلي، هي مشكلة كويسة مش مشكلة وحشة من كثرة النجوم. أنت دلوقتي عندك في نُص الملعب طبعًا محمد علي بن رمضان، بيلعب جنبيه 8 تانية غالبًا بيكون زيزو حاليًا وممكن تريزيجيه بيعملها. طيب لمّا إمام عاشور يرجع هتضطر تستغنى عن حد من نُص الملعب أو الوينجات، يعني ممكن هتودّي تريزيجيه هو بقى يلعب وينج شمال،
وبن شرقي هيقعد على الدكة، والّا هتخلّي زيزو في نُص الملعب وتريزيجيه يمين وشمال وإمام اللي يقعد على الدكة لأنه لسه راجع من إصابة، والّا هتعمل إيه؟ طبعًا هتبقى فيها يعني حيرة شوية. إمام لسه راجع من إصابة، ما حضرش فترة إعداد، ما حضرش كاس عالم أندية، ولكن نجم كبير جدًا، جدًا. المفروض إن هو لو رجع بمستواه مكانه محجوز في نُص الملعب جنب محمد علي بن رمضان، وده معناه إن يا إما زيزو، تريزيجيه أو بن شرقي، واحد منهم هيقعد على الدكة، إلا لو إمام يعني هو اللي ممكن يقعد على لأنه لسه راجع وكده لحد أمّا يستعيد فورمته. ده اللي هنشوفه يعني، وهتبقى مشكلة إن حد من النجوم ديّة كلّها يعني لازم ينتظر دوره في التغييرات أو التبديلات أو كده، مش هيلعب أساسي لمّا يرجع إمام عاشور، فدي هتبقى مشكلة. بس أنا أتوقع ثنائية إمام عاشور وبن رمضان هتنقل الأهلي في حتّة تانية خالص إن شاء الله بإذن الله، وهنتفرّج على كورة ممتعة جدًا، جدًا. خط وسط النادي الأهلي هيبقى يعني خط وسط ناري حرفيًا يعني. بالنسبة للعيبة اللي هتغيب عن النادي الأهلي، طبعًا محمد هاني واخد طرد الماتش اللي فات، فهيغيب مباراة واحدة فقط زي ما قُلت لكم إن توقعت إن القرار طلع بمباراة واحدة فقط وغرامة تقريبًا 2500 جنيه. فكده إمام كده هاني مش هيلعب ماتش غزل المحلة، ولكن هيقدر يشارك في ماتش بيراميدز إن شاء الله بإذن الله. تمام. وفي عندنا إصابتين للأسف محمد شكري كمان ياسين مرعي. ياسين مرعي كان أثبت وجوده وكان بقى أساسي تقريبًا في خط الدفاع، ورجع اتصاب، هيغيبوا الاتنين لمدة 3 أسابيع لشهر تقريبًا. وكمان في معاهم إمام عاشور اللي قُلنا مش هيلحق ماتش غزل المحلة. طيب مين البدايل؟ يعني ياسين مرعي كان غايب، أتوقع إن اللي هيلعب مكان ياسين مرعي بيكهام، يعني دي مش مشكلة كبيرة أوي. في بيكهام إن شاء الله بإذن الله يسِد ويأدّي أداء كويس زي ياسين مرعي بإذن الله، وخط الدفاع مش هيتأثّر أوي إن شاء الله قدّام غزل المحلة. آآ بيكهام هيرجع، العِش ما أعتقدش، يعني فرصه قليلة جدًا وضعيفة، وأعتقد إن يعني المدرب مش مقتنع أوي بالعِش يعني. فهتبقى مشاركاته قليلة جدًا، وشُفناه كمان بيطلع برّه الscore خالص الscore sheet. المشكلة بقى اللي هتكون في غيابات النادي الأهلي هي غياب محمد شكري الback left، ده ممكن يلعب مكانه كريم فؤاد، وكريم فؤاد هو already بيلعب الback left، ومحمد هاني الback right. طبعًا محمد هاني برضه بديله المفروض يبقى كريم فؤاد لأن هو برضه بيلعب back right. بس الاتنين غايبين مع بعض الback left والback right، فطبعًا كريم فؤاد مش هيلعب الاتنين. كريم فؤاد يا إما هيلعب مكان محمد هاني، وفي الحالة ديّة هنحتاج باك ليفت اللي هو ممكن يبقى العِش أو كوكا. أتوقع ممكن يبقى كوكا، ده لو كريم فؤاد لعب باك رايت. يا إما ممكن كريم فؤاد يخلّيه في الباك ليفت زي ما هو، مكان محمد هاني بقى في الباك رايت ممكن يلعب عمر كمال عبد الواحد. طبعًا ديّة الأقرب اللي أنا باتوقعها، إن عمر كمال عبد الواحد هيلعب باك رايت، وكريم فؤاد هيلعب باك ليفت. طيب هل في اختيارات تانية غير عمر كمال عبد الواحد؟ ممكن. ما فيش غير حسين الشحات ممكن يلعب باك رايت، ودي هتبقى أول مرّة يلعبها في النادي الأهلي، بس هو لعبها قبل كده كتير جدًا في مصر المقاصة، يعني لعب قبل كده باك رايت ما فيش مشكلة. فهل نقدر نشوف حسين الشحات المرّة الجاية باك رايت؟ أنا أتمنى أشوفه في الباك رايت، ليه ما نجرّبش؟ خصوصًا إن غزل المحلة ما أتوقعش إن هو الفريق اللي هو ممكن يهاجم جامد ومحتاج باك رايت يكون مدافع جامد أو قوي. فممكن نجرّب، إيه المشكلة؟ ممكن نجرّب زيزو في الback right، يعني ممكن نجرّبها، بس أنا يعني أتمنى حسين الشحات. عمر كمال عبد الواحد هو الback right برضه ممكن يعملها كويس جدًا. فهنشوف هيلعب أتوقع عمر كمال عبد الواحد back right، وهيلاعب كريم فؤاد في الback left. آخر حاجة بقى معانا بالنسبة لنتايج الجولة التالتة اللي انتهت النهارده. طبعًا شُفنا كلّنا ماتش بيراميدز والمصري، كان ماتش قوي جدًا، جدًا زي ما كنا متوقعين، اتقدّم نادي بيراميدز وبعدين اتعادل المصري، وبعدين اتقدّم نادي بيراميدز، وبعدين جه ضربة جزاء لنادي المصري وضاعت، وبعدين اتعادل نادي المصري بهدف جميل جدًا، جدًا لنجم الأهلي السابق والمُعار لنادي المصري عمر الساعي، واللي بيقدّم مستوى كويس جدًا، جدًا وأهداف رائعة مع النادي المصري بصراحة يعني. والنادي المصري كُلّه بيقدّم ماتشات جميلة مع كابتن نبيل الكوكي المدرب بتاعهم.
طبعًا كده المصري يعني يحتفظ بالمقدمة برصيد 7 نقاط زي ما هو، وبيراميدز يعني بياخد نقطة واحدة وبيبقى 5 نقط. طيب بقية المباريات سموحة تعادل مع زد 1-1 والمقاولين والحرس 0-0 ودجلة وبتروجيت دجلة اتغلب من بتروجيت 1-0 والجونة وغزل المحلة 0-0. الجونة وغزل المحلة الفرقتين ما دخلش فيهم أي أهداف لحد دلوقتي، فرقتين عندهم شباك نظيفة، والطريف إن غزل المحلة لعب 3 ماتشات اتعادلهم كلهم 0-0. يعني ولا بيجيب أهداف ولا بيخش فيه أهداف وعنده 3 نقاط من 3 تعادلات، ما سجّلش ولا هدف وما دخلش فيه ولا هدف. الجونة كمان ما دخلش فيه ولا هدف، شباك نظيفة، ولكن سجّل هدف واحد بس، سجّل هدف وحيد. فطبعًا يعني فرقتين دفاعيين من الدرجة الأولى طبعًا، كابتن علاء عبد العال مع الجونة معروف بطريقته الدفاعية. سيراميكا يفوز على إنبي 2-0 والاتحاد بيكسب الإسماعيلي 1-0. أول 3 نقط للاتحاد طبعًا كان في آخر الجدول بلا رصيد، دلوقتي بقى عنده 3 نقط. فاركو بيخسر من الجيش 1-0 والبنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية 1-1 والبنك الأهلي السنة دي يعني بادي موسم بداية مش كويسة خالص، مش المستوى اللي كنا متوقعينه للبنك الأهلي بعد الأداء اللي أداه الموسم اللي فات. المستوى يعني الموسم دوّة متذبذب جدًا ومش اللي هو كنا متوقعينه، يعني كان في ناس متوقعة البنك الأهلي ده ممكن ينافس على الدوري أو على الأقل على المربع الذهبي زي الموسم اللي فات، ولكن يعني بصراحة أداء مخيب للآمال مع كابتن طارق مصطفى، ولكن أتوقع إن هو هيرجع تاني وهيقدم مباريات كويسة، وهيقدر إن هو ينافس على المربع الذهبي زي السنة اللي فاتت. طبعًا إحنا لسه في البداية أول 3 ماتشات ما يبينوش أي حاجة خالص لسه. تمام، ترتيب الدوري طبعًا أول الدوري هو النادي المصري بفارق الأهداف على نادي الزمالك، الاتنين 7 نقط زي بعض، المصري الأول والزمالك التاني، تمام، بعديهم بييجي زد وبيراميدز وبتروجيت ال3 برصيد 5 نقط، متساويين مع بعض برصيد 5 نقاط. آخر الدوري بقى خالص هتلاقي فيه دجلة والإسماعيلي وفاركو، بعد نجاة نادي الاتحاد وخد 3 نقط، ساب تحت خالص في المؤخرة دجلة والإسماعيلي وفاركو برصيد نقطة واحدة بس لكل فريق، دول آخر 3 فرق في الدوري حاليًا. طبعًا النادي الإسماعيلي برضه لسه في موقف حرج، خد نقطة واحدة الأسبوع، خد نقطة واحدة بس قبل كده، طبعًا في موقف حرج جدًا ولازم يحاول يعني يتجنب سيناريو الموسم الماضي من أول الدوري، يعني ما يستناش لحد الآخر ويبتدي إن هو يقول لأ إحنا لازم نصلّح وكده. تمام، فدي كانت أخبارنا النهارده، وأتمنى تكونوا استمتعتم معانا، وإن شاء الله بإذن الله نتقابل مرة تانية مع أخبار جديدة في الكرة المصرية والكرة العالمية والرياضة عامةً إن شاء الله بإذن الله. أستودعكم الله، مع السلامة.